لك هذا اليوم؟ عمتي زينب، انظري إلى بنات الشام، كل طفلة مع أبيها يضمها ويعملها على صدره، إلا أنا. أين أبي الحسين؟ أين والدي؟ فوالله قد قتلني الشوق إليه. ألم أقل لك يا حبيبتي إن أباك على سفر بعيد؟ اهدئي اهدئي يا حبيبة قلب أبيك، اهدئي يا عزيزتي. رقية، رقية حبيبتي، رقية. من؟ أبي الحسين؟ نعم يا حبيبتي، أنا والدك الحسين، فلا تبكين يا صغيرتي، فلقد جئت إليك كما وعدتك. أبي، كم أنا مشتاقة إليك. أبا، قد أتعبني السفر حتى تغيرت ملامحي وتقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس. أبتا، لقد طافوا بنا من بلد إلى بلد كالأسارى والعبيد. أبي، انظر إلى حالي، لقد أصبحت هكذا عندما فارقتني. أبي، ضمني إلى صدرك، فلقد اشتقت الأخذ بين ذراعيك. تعالي تعالي إلى حضن أبيك يا رقية، فقد حان اللقاء يا حبيبتي، واللقاء قريب إن شاء الله. نامت جاء أبوها قعدها بحضنه. ها يا أبويا رقية؟ قالت لأبوي ليش شي؟ اشتاقت لك يا أبويا. شوف ايش سوت، طلعت رجليها، قالت شوف الجمر يا أبويا احترق رجلي. وبعد فتحت ثوبه وطلعت انتونها صغيرونه بعد، قالت شوف انتوني يا أبويا. ومو بس هذه، حتى عمتي زينب شكينا اللي عاد ونت قل له انا الغريبة ويا غربتي ما عند ابو يقل سكتي. ويا ما عند ابو يقل سكتي، وما عند اخو ينشل دمعتي يا ابو. هنا تجوي القلب طفلة صغيرونة يقول لدي ناعمة ناعمة وما تحمل حبال، كل ما صيحا يا علي يضربني الجمال. أبي، أبي، لا ترحل، لا ترحل يا أبتي، يا حسين. أبي، أبي. ما بك يا حبيبة قلب أبيك؟ ما بك يا رقية؟